السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهاردة عن معادلة الموجة وازاي نوصل لمعادلة الموجة. بالمناسبة يا شباب، معادلة الموجة اللي هنوصل لها في كل مرة بتكون بالشكل ده كده: دي تربيع واي باي دي تربيع، دي هتساوي في تربيع دي تربيع واي على الدي اكس تربيع. المشتقة التانية بالنسبة للزمن بتساوي السرعة تربيع في المشتقة التانية بالنسبة للمسافة. تمام، هنفرض ان احنا معانا معادلة، والمعادلة ديت احنا عايزين نشوف هي معادلة موجة ولا لا. هنفرض المعادلة ديت ان هي y هتساوي a ساين kx ناقص اوميجا تي. طيب، اول حاجة هنفكر فيها ان المعادلة ديت هنشتقها مرتين بالنسبة للمسافة ومرتين بالنسبة للزمن. تمام، هنشتق ازاي بالنسبة للمسافة؟ هنشتق اول مرة بالنسبة للمسافة دي واي باي دي اكس، ده هتساوي ايه عادي عشان دي ثابت، الساين مشتقتها كوزين، الزاوية زي ما هي كي اكس ناقص اوميجا تي في مشتقة الزاوية. انا بشتق بالنسبة لاكس بس انا هشتق الزاوية اللي فيها اكس، الكي اكس مشتقتها هتكون اكس. تمام، هشتق المعادلة اللي انا لسه مشتقاها ديت بالنسبة للمسافة تاني. تمام، اللي هي تبقى دي تربيع واي باي دي اكس تربيع، اللي هي هتساوي a كي الكوزين سالب ساين، تبقى سالب ساين الزاوية زي ما هي كي اكس ناقص اوميجا تي. تمام، بشتق بالنسبة للمسافة كي اكس، الكي هتخرج هتبقى الكي تربيع. تمام، هي مش الاي ساين كي اكس ناقص اوميجا تي ديت مش هي واي؟ يعني انا ينفع اشيلها واحط مكانها واي. يبقى الدي تربيع واي باي دي اكس تربيع ديت هتساوي سالب كي تربيع واي. تمام، والمعادلة ديت انا هسميها ايه؟ هحتاجها كمان شوية. نفس المعادلة الأساسية اللي هي كانت بتقول إن الواي هتساوي a ساين كي اكس ناقص أوميجا تي، هشتقها زي ما اشتقتها مرتين بالنسبة للمسافة هشتقها مرتين بالنسبة للزمن. تمام، دي واي باي دي تي ده هتساوي a الساين هتبقى كوزين كي اكس ناقص أوميجا تي، بشتق بالنسبة للزمن يبقى أنا هشتق الزاوية بتاعة الزمن أوميجا تي، ده هتبقى سالب أوميجا. تمام، المعادلة دي هي هشتقها كمان مرة، تبقى دي تربيع واي باي دي تي تربيع هتساوي سالب اوميجا تربيع بقى عشان هشتق الزاوية، الساين هتبقى سالب كوزين ومعانا سالب الزاوية فهتطلع تبقى سالب ساين كي اكس ناقص اوميجا تي. تمام، هي مش الايه ساين كي اكس ناقص اوميجا تي ديت كانت واي اصلا؟ يعني انا ينفع اقول ان دي تربيع واي باي دي تي تربيع ديت هتساوي سالب اوميجا تربيع واي. ايوه، انا مش عارفه المره اللي فاتت ان الاوميجا اصلا بتساوي، انا عارفه ان الاوميجا بتساوي اصلا الكي في الفي ديت هي السرعه والكي الويف نمبر. تمام، ممكن اشيل الاوميجا دي واعوض عنها بالكي في الفي. ايوه، هقول ان دي تربيع واي باي دي تي تربيع دي هتساوي سالب كي تربيع في تربيع واي. تمام، دي كده المعادلة دي هسميها بي. باسم بقى المعادلة A على B هيطلع معايا ان دي تربيع واي باي دي اكس تربيع على دي تربيع واي باي دي تي تربيع ديت هتساوي، هقسم المعادلتين على بعض، سالب كي تربيع واي على سالب كي تربيع في تربيع واي. السالب هتروح مع السالب، الكي تربيع هتروح مع الكي تربيع، الواي هتروح مع الواي، فهيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي ان دي تربيع واي باي دي اكس تربيع على
الدي تربيع واي باي دي اكس تربيع ديت كلها هتساوي 1 على الفي تربيع. طرفين في وسطين بقى هلاقي معايا ان الدي تربيع واي باي دي اكس تربيع في الفي تربيع ديت المفروض ان هي طلعت معايا بتساوي دي تربيع واي باي دي تي تربيع. ودي كده معادلة الموجة. المعادلة اللي انا فرضتها طلعت بتساوي معادلة الموجة او بتكافئ معادلة الموجة. يبقى اذن اقدر اقول ان الواي هتساوي a ساين كي اكس ناقص اوميجا تي. المعادلة دي طلعت معادلة موجة.